صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. مكملين في القطاع الهندسي، مكملين في الشركات اللي بتنتج الجزء الخاص بتشكيل المعادن. يمكن اتكلمنا في فيديو سابق على فكرة احنا عندنا مصانع اعلاف كويسة، بس كمان بقى عندنا الشركات اللي بتصنع ماكينات الاعلاف. النهارده قصة نجاحنا، احد الشركات اللي اخترقت الموضوع ده واخترقته بقوة شركة ايجين لتصنيع ماكينات الاعلاف. الحلو اللي فيها معاك واحدة بواحدة، هنمشي خطوة بخطوة، هنبتدي نعمل معدات الخط كاملة. يعني ايه معدات الخط كاملة؟ المكشرة اللي عندي، الميزان، التباين اللي عندي، الخلاط، الغربال، التعبئة، سيور النقل، سيور التحميل معاك عشان تقدر تعمل مصنع كامل في الانتاج الاعلاف والتصنيع الاعلاف. في نفس الوقت كمان ضمت حديثا ليها جزء تاني من تصنيع الماكينات بقت متفوقة فيه، وهي ماكينات تعبئة البودر والسوائل. ما هو في شركات كتير بتعمل البودر والسوائل، بس هي بدأت تخش تتخصص في الحتة بتاعت السوائل في حاجة حلوة قوي. ان هي بتعمل ايه؟ بقت عندها للجزء بتاع الاسمده السائله، عندها جزء للكلور عامله له مكان لوحده، عندها جزء للصابون لزوجته مختلفه تماما خالص، عندها جزء للشامبوهات والكريمات لزوجته مختلفه خالص، المعطرات لزوجتهم مختلفه خالص اللي هي المعطرات بتاعت الجو السائله مختلفه تماما. طب لا ده انا عايز اعبي زيوت، لا ده انا عايز اعبي مواد كيماويه سائله. فهي في الجزء بتاع كمان ماكينات التعبئه السائل دخلت فيه بقوه وركزت، وبقت بتعمل الخط بناء تعديلته بناء على اللزوجه اللي انت هتستخدمها. بعد ما خلصت على الاعلاف بدات كمان تخش على خطوط تعبئه السوائل. موجوده فين؟ موجوده في اسكندريه في برج العرب. قاعدين مركزين، عندهم R&D كويس، كل فتره بيبتدوا ان هم يتخصصوا في انواع ماكينات ما كانوش متخصصين فيها قوي، دارسين الخطوات بتاعتهم كويس، وكمان يلا بينا احنا وصلنا لهنا عايزين نوصل لفين. صباح الفل على كل اللي بيوطن الصناعه وكل اللي بيعمل قيمه مضافه وكل يوم بيتطور قبل اليوم اللي قبله. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.